نروح لنادي الزمالك واللي بدأ مشواره في الكونفدرالية بانتصار صعب وانتصار مهم على الشرطة الكيني بهدف دون مقابل. الهدف سجله عبد الله السعيد في الدقيقة 45 من الشوط الأول. انتصار مهم لأن الزمالك عادة في الماتشات اللي بتكون خارج القاهرة في أوقات كتير بيطلع بنتيجة سلبية، سواء التعادل السلبي او حتى الهزيمه زي ما حصل قبل سنتين مع ارتا سولار، وكان الزمالك قريب جدا من توديع البطوله في الادوار التمهيديه او الادوار الاولى. لكن الزمالك النهارده بيقدر ان هو يخرج كسبان حتى وهو مش الطرف الافضل في معظم فترات المباراه. الزمالك قدر ان هو يخرج بنتيجه ايجابيه، يكسب بفرق هدف. وكمان النهارده الزمالك بدا بتشكيله مكونه من محمد صبحي، محمد شحاته، مسلوسي، عبد المجيد، عمر جابر. تمت الاستعانه بمحمد شحاته في مركز الظهير الايسر. في نص الملعب كان دونجا وناصر ماهر وعبد الله السعيد. وفي الهجوم احمد زيزو، سيف الجزيري، ومصطفى شلبي. ما كانش في اي صفقات جديده، ما كانش في اي تواجد للصفقات الجديده. الزمالك ايد الصفقات دي بشكل متاخر نوعا ما، وبالتالي يحق ليهم المشاركه في السوبر الافريقي وفي دور المجموعات في الكونفدراليه. الشوط الثاني عمل جوميز بعض التغييرات، نزل ناصر منسي بدل الجزيري، نزل شيكا بدل ناصر ماهر، نزل ايشو بدل احمد السيد زيزو، كمان كان موجود زياد كمال بدل عبد الله السعيد. عجبني جدا ان الزمالك قدر يكسب حتى وهو مش الطرف الافضل في معظم اوقات المباراه زي ما اتكلمنا. الحاجه الثانيه اللي عجبتني النهارده جدا في الزمالك هو استغلال الكرات الثابته والمهارات الفرديه. انت النهارده كره ثابته قدر ان زيزو يلعبها بدل ما يرفعها اوفر جوه ال 18 وتتشتت من الدفاع، لعبها بعرض الملعب. كان عبد الله السعيد متواجد على حدود ال 18 وقدر ان هو يسجلها تسديده جميله جدا. ودي واحده من المهارات اللي بيبقى انت محتاج مهارات لعيب عنده قدرات فرديه علشان يفك لك عقده الماتشات الصعبه، الماتشات اللي ممكن تبقى معقربه او الدفاعات المتكتله. محتاج تفكها بتسديده، محتاج تفكها بلعبه او فكر معين او استراتيجي معينه تم تنفيذها في كره ثابته. وبالتالي نقطتين مهمين جدا عجبوني النهارده. حتى الزمالك رغم ان لسه الصفقات الجديده ما شاركتش، ولكن قدر يظهر بشكل معقول وقدر يطلع بمكسب، لان دي سمات دايما الفريق البطل ان هو يكسب حتى لو ما كانش الطرف الافضل في المباراه. نتيجه ايجابيه جدا 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 لنادي الزمالك اللي قدر يفوز 1-0، وباذن الله يوم الجمعه في مباراه العوده في القاهره يقدر ان هو يكرر الانتصار ويتاهل الى الدور القادم من الكونفدراليه. في النهايه بنتمنى كل التوفيق للانديه المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه، دوري الابطال والكونفدراليه، وباذن الله يكونوا حاضرين ومتواجدين في منصات التتويج بنهايه الموسم. شكرا على المتابعه ونلقاكم في لايف